باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. تخيلت كده واحد واقف قدام المسيح بيسأله، بيقول له: يا رب، ماذا تريد أن أفعل؟ عاوز مني إيه بالظبط؟ وقول لي يا رب كلام بسيط أقدر أعمله وأعيش بيه. فالمسيح ابتسم وقال له: أنا هقول لك آية كلكم حافظينها. أنا هقول لك: يا بني أعطني قلبك. فأنا سألت وقلت له: ليه يا رب القلب بالذات؟ فربنا رد عليا وقال لي: لأن القلب معناه المشاعر والإحساس. إيه قيمة أي وقت تقضيه معايا من غير مشاعر؟ مش معنى كده أنك تردد الكلام باطلا، هتقول كلام حافظه وهتقول كلام بلا إحساس، والكلام ده الحقيقة ما بيوصلش ليا خالص. بقولك اديني قلبك، لأن القلب معناه الحياة كلها. يعني بصراحة ما ينفعش يكون ليك حياتين، حياة في الضلمة وحياة في النور. وأقول لك حاجة يا ابني، معظم أولادي اللي أنا بحبهم ليهم حياتين، واحدة معايا وواحدة مع عدوي، واحدة في النور واحدة في الضلمة. ده أنا ممكن أقول لك بصراحة كمان يا ابني إن أولادي ممكن يسمعوا كلام عدوي أكتر ما يسمعوا كلامي، ومش عارف ليه دايما يستصعبوا الوصية بتاعتي، بالرغم إن الوصية بتاعتي كلها راحة وكلها محبة. بس أوقات بيسمعوا العدوي اللي بيقوم عواصف جوه قلوبهم، ومش عاوزيني أنا ملك السلام اللي لو دخلت القلب هديله سلام. عرفت ليه بقول لك أنا عاوز قلبك؟ يعني ببساطة يا ابني، مش هقبل إنك تكون ليك حياة معايا من غير ما تكون بتحبني، ولا هقبل إن تكون ليك حياة معايا من غير جهاد. علشان كده قلت اديني قلبك. الحب والمشاعر والأحاسيس مهمة قوي في علاقتنا مع ربنا، وده اللي عبر عنه القديس بولس الرسول لما قال: محبة المسيح تحصرني. ولازم ننصر بالجهاد ان احنا نيجي على كل صوت شرير ونكتمه، ونبتدي نسمع لصوت ربنا في حياتنا. وهو ده الجهاد اللي قال عنه القديس بولس الرسول: من أجلك نمات كل النهار. عرفت ليه أنا طلبت قلبك؟ صباح الخير.